ازيكم؟ عاملين ايه؟ عارفين، كل يوم الواحد عايش في مشاكل، يصحى على مشاكل وينام على مشاكل. كل حاجة عايز يعملها ما ينفعش يعملها. المصاريف والتربية بقت صعبة والحياة بقت صعبة. المعيشة كلها بقت صعبة جدا جدا. ده الكلام اللي كل يوم بنسمعه لنفسنا. ممكن صحيح الكلام دوت جزء منه يبقى حقيقة، يبقى جزء من معاناتنا اليومية يعني. بس احنا كل يوم بنسمع لنفسنا نفس الكلام، بنشحن نفسنا بطاقة سلبية كبيرة جدا جدا جدا، ونسمع نفسنا كلام سلبي جدا جدا. مش بس كده، ده احنا كمان بنعيش جوه الكلام السلبي لأطول مدة ممكنة في حياتنا. ومن هنا بيجي فكرة التفكير السلبي. يعني ايه تفكير سلبي؟ وأنا ممكن أكون بفكر بطريقة سلبية أو بفكر تفكير سلبي وأنا مش عارف. خلينا في حاجة. أول حاجة، ايه هو التفكير السلبي؟ هو عبارة عن مجموعة من الأفكار التشاؤمية. أنا مش هنجح، أنا فاشل، أنا فشلت قبل كده كتير، يعني هو هيحصل إيه؟ يعني ما هو اللي كان عارف يعمل حاجة كان عملها. وأفكار كتير جدا، أفكار تشاؤمية بتسيطر على عقل الإنسان. مش بس كده، دي كمان بتعيشه في حالة من الإحباط والحزن الدائم، وتخليه يعمل أخطاء كتير. ومش بس كده، ده تخليه عايش دايما في حزن واكتئاب ومفتقد لإحساس السعادة والنجاح. الأفكار السلبية هي أفكار وهمية بتسيطر على العقل، بتوديه لطريق الإحباط، ومن هنا بيعيش تعيس كل حياته. إزاي بقى نتخلص من الأفكار السلبية؟ أو إزاي نتخلص من التفكير السلبي؟ هقترح على حضراتكم 6 طرق نقدر نتخلص بيهم من التفكير السلبي. أول طريقة، عبر عن كل مشاعرك. التفكير السلبي أصلا بيكون نتيجة مشاعر، بيكون نتيجة مشاكل عاطفية ونفسية واجتماعية. كل المشاعر دي بتخلي البني آدم حزين ومتوتر وسوداوي، بيحس انه هو الشخص الوحيد اللي بيعاني في العالم، الشخص الوحيد اللي مش عارف يعيش بسعادة. لما ببتدي أشارك كل المشاعر دي مع حد تاني أو مع مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأصدقاء المقربين وابتدي أتكلم عنها، بخرج كل مشاعري. ومش بس كده، ده أنا كمان بحس إن في ناس تانية عايشين نفس المعاناة بتاعتي أو نفس التجربة بتاعتي. ومن حيث إني بتكلم وبخرج كل المشاعر اللي عندي، بحس بالراحة والأمان، وببتدي فعلا أتخلص من التفكير السلبي. طريقة تانية ممكن نعملها إن احنا نحاول إن احنا نسترخي قليلا. حاول إن انت تسترخي ولو لفترة بسيطة جدا جدا جدا، علشان الطريقة دي هتوقف عندك الأفكار السوداوية اللي بتهاجمك. حاول تقعد في مكان هادي وتبطل تفكير وتبتدي تهدي جدا من تفكيرك. الموضوع ده كل ما بنعمله كل فترة بيبقى عامل زي اللي بيغسل هدومه أول بأول، فبتنضف وبالتالي بيظهر طول الوقت بمظهر نظيف. كل ما هنعمل الموضوع ده ان احنا نسترخي فترة قصيرة بس متكررة ومستمرة، بنبتدي نطرد كل الأفكار السلبية من حياتنا، وبالتالي بنعيش بقدر من السعادة. الطريقة الثالثة، تبني الأفكار الإيجابية. حاول إنك تتبنى شوية أفكار إيجابية بدل من المتاعب والبكاء على المشاكل.
في مشاكل، بس ممكن نفكر في حلول للمشاكل دي. ممكن نفكر ازاي نتخطى المشكلة او ازاي نحلها، وبالتالي احنا هنبتدي نتخلص من التفكير السلبي. ومش بس كده، ده احنا كمان هنبقى عندنا افكار ايجابية هتخلينا نبقى ناجحين. الطريقة الرابعة، حاول انك تمارس التمارين الرياضية، وحتى لو تمارين بسيطة جدا زي المشي، زي لو بتعرف تسوق عجل سوق عجل، زي السباحة، زي اي حاجة تانية واي رياضة تانية. لان الرياضة بتطلع كتير من الشحنات السلبية اللي في جسمك، وبتبتدي تمدك بطاقة ايجابية كبيرة جدا. خامس طريقة، وهي انك تقرأ قصص ملهمة. والحقيقة الطريقة دي فعالة جدا 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 جدا، وانا بشجعها جدا. بدل ما ان احنا نقعد نضيع وقتنا في التفكير السلبي بحاجات وهمية وحاجات حقيقية والبكاء على الاطلال، ممكن ابتدي اقرأ قصص ملهمة، قصص ناس حاولوا ونجحوا، ناس فعلا جربوا وحاولوا ونجحوا في كل المجالات، مش بس في مجال واحد، لا في كل المجالات. ابتدي اشوف الناس دي نجحت ازاي واعمل زيهم. ايه المشكلة لما اخد طاقة ايجابية من حد عمل حاجة كويسة ووصل ونجح، وانا كمان ابتدي اتمثل بنفس الحاجة اللي هو عملها. ايه المشكلة لما اشوف غيري حتى لو غيري ده معرفوش؟ ايه المشكلة لما اقعد اقرأ القصة او اشوف فيديو او اسمع قصص ملهمة كتير، يبتدي اعرف الناس دول ازاي وصلوا للنجاح وازاي غيروا من الفكر السلبي لفكر ايجابي. الطريقة رقم 6، وهي طور مهاراتك. طور مهاراتك، لان تطوير المهارات بيخلي البني ادم يبقى عنده ثقة بالنفس، بدل ما يبقى مهزوز وبدل ما يبقى ضعيف وبدل ما يبقى منعدم الشخصية. لا، يبقى عارف فين مواطن القوة في شخصيته وفين مواطن الضعف في شخصيته. مواطن الضعف يبتدي يشتغل عليها ويعرف انا ضعيف في كذا، لا هطوره وابقى عارف ان انا قوي في كذا، هبتدي كمان ان انا استزيد من هذه القوة وابتدي اطور مهاراتي بطريقة اكبر واكبر. هعرف نفسي، هعرف مشاعري. مادام عرفت نفسي وعرفت مشاعري وطورت من مهاراتي، هبتدي اوصل ده كله للناس اللي حواليا، ومن هنا هبتدي اغير او اتخلص من التفكير السلبي وخليه تفكير ايجابي. اطور مهاراتي ازاي؟ ممكن بالدراسة، ممكن بالتدريب، ممكن بالقراية، ممكن بالتجريب، ممكن باكتر من وسيلة اقدر اطور بيها مهاراتي. المهم اني اعمل طريقة من اي طريقة من الطرق اللي احنا قلناها. المهم ان انا ما اسيبش نفسي فريسة للتفكير السلبي، احاول اني اكون شخص اكثر نجاحا. ودايما افتكروا ان دايما فيها امل، فيها نجاح.